أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان بكل خير. من الفضائية الإريترية أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، معكم فيها حنان جيلاني، وكالمعتاد نبدأها بأهم وأبرز العناوين. خدمات بيطرية مرضية في مديرية حلحل. دعم المحتاجين في مناطق البلاد المختلفة. جمعية معاقل الحرب في القاشبركة تقدم مساعدات مالية وعينية لأعضائها المحتاجين. تبادل إطلاق النار على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. أوكرانيا تتهم الانفصاليون بانتهاك ووقف إطلاق النار. وزعيم كوريا الشمالية يقول لا مزيد من الحروب بفضل الأسلحة النووية. ومن العناوين إلى التفاصيل. تشهد مديرية حلحل بإقليم عنسباق خدمات بيطرية جيدة، إضافة إلى ضمان صحة مصادر المياه ووفرة العلف في المراعي. وتفيد المعلومات الواردة بأن المواشي في المديرية توجد في وضع جيد بفضل تشييد 5 سدود وسعة مساحة المراعي والمحميات، إلى جانب الجهود الحثيثة التي يقوم بها المزارعون والرعاة لجمع العلف. من جهته أكد البيطري محمد إدريس عثمان بأن المديرية لم تشهد خلال أكثر من 3 أعوام مضت أي أمراض وبائية وآفات حيوانية. وأوضح بأن وحدات البيطرة الناشطة في المديرية فتحت نقاط في بلدة حلحل وضواحي ملبسو وقرطت، وتقدم خدمات بيطرية عامة والتطعيم ومتابعة الأمراض، ويستفيد المزارعون من تلك الخدمات جيدا. وأشاد البيطري محمد إدريس فيما يتعلق بمتطلبات الأدوية، أشار إلى توفير أدوية كافية وتسيير أنشطة جيدة لصحة الحيوان، والقيام بحملات توعوية مكثفة باستمرار لمزيد من الفعالية. وتوضح تقارير مكتب وزارة الزراعة وجود 32 ألف رأس من الأبقار بمديرية حلحل في الوقت الحالي، و60 ألف رأس من الماعز، والأقنام 4500 من الدواب، و1100 من الجمال، بالإضافة إلى أكثر من 20 ألف من الدواجن. قدمت المساعدات المالية والعينية للمحتاجين في مديريات عدي قيح ومندفرة وفورو لأسر الشهداء والمحتاجين. وقدم مبلغ 93,225 نقفة مستخرج من عمال المؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية ودور العبادة والاتحاد الوطني للمرأة والمواطنين في مدينة عدي قيح وضواحي عنابر وحنابة وهدامو وحشكلة، و7 كنتال ذرة في ضاحية إيجيلا. وفي مديرية مندفرة قدم سكان ضاحية عدباري 37 كنتال قمح وذرة تم شراؤها بأكثر من 27 ألف نقفة لأسر الشهداء والمحتاجين. من ناحية ثانية عفت أسرة قبر مسقل قبر خيدان من هولندا إيجار 2 شهر في مندفرة، والسيدة زايد نجستاب إيجار 6 أشهر في كد فلاسي، والسيد كحساي عند برهان إيجار 2 شهر، والسيد دانييل زكارياس من ألمانيا إيجارات 4 أشهر وشهرين. وعفى السيد ولدي عند ميكائيل إيجار 2 شهر في عدي حاري، والسيد داويت أسملاش إيجار 1 شهر، والسيدة مبرات إبراهيم من السعودية إيجار 3 أشهر، والسيد قرماي تسفازقي إيجار 1 شهر. وفي مديرية فرو قدم الشباب العمال في المؤسسات الحكومية 4000 نقفة للمحتاجين. قدمت جمعية معاقل الحرب في مديريات عالي القاش وملقي وغردات ودقي وكركبت بأقليم القاشبركة مساعدات مالية وعينية لأعضائها المحتاجين.
وبموجب ذلك أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن مديرية عالي الجاش شهدت توزيع 52 كنتال ذرة و38,600 نقفة ل 52 معاق حرب، فيما شهدت مديرية مولقي توزيع 28 كنتال ذرة و36,400 نقفة لنفس الغرض. كما شهدت مديرية غرداد توزيع 75 كنتال ذرة و22,500 نقفة ل 75 معاق حرب، ومديريتي دقي وكركبت توزيع 35 كنتال ذرة و29,400 نقفة ل 35 من معاق الحرب. في غضون ذلك ساهم سكان ضاحية عد هالكي في مديرية عالي الجاش ب6 كنتال ذرة للجهات المحتاجة بمنطقتهم، فيما ساهم سكان ضاحية أنتوري بزراعة مزارع 75 أسرة شهيد بالثيران. أوضحت مسؤولة الصحة المجتمعية في مديرية هايكوتا الشابة الماز تولديت تحقيق نتائج مرضية للحد من الأمراض الناجمة عن نقص النظافة بفضل ارتفاع الوعي الشعبي لإصحاح البيئة. وقالت إن مبادرة 7 قرى بداحية غوبوش لإصحاح البيئة تعكس التغيير الذي تحقق، ويجب القيام بالمتابعة اللازمة لضمان الاستمرارية. وأوضح مدير مديرية هايكوتا السيد شيخ الدين صالح العمل الجاري لتنفيذ برنامج إصحاح البيئة في القرى وضمان استخدام دورات المياه، ويجري العمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ كامل. سيداتي سادتي، هذه كانت أخبارنا المحلية. فصل قصير من ثم نعد لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي. ابقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث قال الجيش الإسرائيلي الاثنين إنه قد أحبط محاولات تسلل لخلية إرهابية إلى أراضيها عبر حدوده الشمالية مع لبنان، مشيرا إلى وقوع تبادل لإطلاق النار بالمنطقة. وقالت مصادر لبنانية إن حزب الله نفذ عملية ضد الجيش الإسرائيلي في مزارع شعب ردا على مقتل أحد عناصره في قارة إسرائيلية بسوريا. وانخرطت القوات الإسرائيلية حسب نفس المصدر في قتال على حدود إسرائيل الشمالية مع لبنان، وكان بالإمكان سماع دوي انفجارات على جانبي الحدود. وفورا فرض الجيش الإسرائيلي الإغلاق على طول الحدود الشمالية الإسرائيلية مع لبنان، وأمر السكان بالبقاء في منازلهم بسبب ما وصفه بحادث أمني في مرتفعات الجولان. من جهتها دعت قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس إثر تبادل إطلاق النار في منطقة مزارع شعبا عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. قال الجيش الأوكراني إن الانفصاليين الموالين لروسيا انتهكوا بالفعل وقفا كاملا وشاملا لإطلاق النار مع القوات الحكومية بعد ساعات من بدء سريانه في شرق البلاد. واتفق مفاوضون من أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأسبوع الماضي على وقف كامل لإطلاق النار في شرق أوكرانيا اعتبارا من أمس الاثنين، وهو ما يوقف الصراع العسكري الذي أودى بحياة أكثر من 13,000 شخص منذ عام 2014. وأيد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقف إطلاق النار، واتفقا على ضرورة التنفيذ العاجل لإجراءات إضافية لدعم وقف إطلاق النار في دونباس. وسعي زيلينسكي لحل الصراع منذ توليه السلطة العام الماضي، حيث رتب عددا من عمليات مبادلة السجناء، وأوكرانيا وروسيا على خلاف منذ 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا ودعمت متمردين في الشرق.
نقلت وسائل إعلام رسمية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قوله إنه لن تكون هناك مزيد من الحروب لأن أسلحة البلاد النووية تضمن سلامتها ومستقبلها رغم الضغوط الخارجية المستمرة والتهديدات العسكرية. وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية إن تصريحات كيم جاءت في استقبال للمحاربين القدامى خلال احتفاله بالذكرى 67 لانتهاء الحرب الكورية التي اشتعلت بين عامي 1950 و 1953 وحلت ذكراها في 27 من يوليو. جاء الخطاب في وقت توقفت فيه المحادثات الرامية لتفكيك برامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي مقابل تخفيف العقوبات من جانب واشنطن. وكان كيم اجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى في عام 2018 في سنغافورة، وتعززت الآمال في إنهاء التهديدات النووية الكورية الشمالية بطريقة تفاوض، لكن قيمتها الثانية في عام 2019 في فيتنام والاجتماعات اللاحقة على مستوى العمل انهارت. الخبر الأخير في هذه النشرة: أدين رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق بجميع تهم الفساد الموجهة إليه في محاكمته الأولى في فضيحة مرتبطة بصندوق برهاد 1 ماليزيا للتنمية أو 1 MDB السيادي. واتهم نجيب الذي يواجه عقوبة السجن لعدة سنوات والمقربون منه بنهب ملايين الدولارات من صندوق الاستثمار الحكومي 1 برهاد ماليزيا للتنمية في عملية احتيال ضخمة تجاوزت حدود ماليزيا. ويشتبه بأن الأموال المسروقة استخدمت في تمويل فيلم The Wolf of Wall Street من بطولة ليوناردو دي كابيريو، بينما تورط مصرف جولدمان ساكس كذلك في الفضيحة. ولعب الغضب الذي أثارته عملية النهب دورا كبيرا في خسارة ائتلاف نجيب المفاجئة في الانتخابات التي جرت قبل عامين بعدما قاد الحكومة منذ عام 2009. مشاهدينا الأعزاء، بهذا قد نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا المساء، قدمناها لكم من تلفزيون دولة إريتريا. شكرا لحسن المتابعة، دمتم بألف خير.